عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. لا تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا الإسلام، هذول الاثنين في نفس اليوم، وعاشوا سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم هذول الاثنين قاتل وقتل في سبيل الله عز وجل، وأما الثاني فعاش بعده سنة ثم مات. واحد من الصحابة رضوان الله عليهم رؤيا وجاء يفسرها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هذول الاثنين اللي أسلموا مع بعض ومات واحد منهم شهيد والثاني مات بعد سنة، رأيت اللي مات بعد سنة في الجنة ورأيت الشهيد في الجنة، بس اللي مات بعد سنة أعلى من الشهيد. فاستغرب الصحابي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد عاش بعده سنة؟ أليس أدرك رمضان؟ لا إله إلا الله. شاهدنا في الكلام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ أليس أدرك رمضان؟ يعني مر عليه رمضان كامل وهذا كان ميت، رفعه رمضان. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي رمضان ايش يسوي؟ يبشر أصحابه، يقول لقد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد. شوفوا البشارة اللي يبشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. يعني اللي يجي عليه رمضان هذا خسران وما يغفر له. شيء نستقبل فيه الشهر الكريم إن نصفح ونعفو عن الجميع، وإن نتوب ونجدد العلاقة مع الله عز وجل، هذا أول شيء. شيء نتذكر نعمة الله علينا إذا بلغنا شهر رمضان، إنه في ناس كثيرين حرموا أن يبلغوا شهر رمضان، حرموا أنهم يبلغوا شهر رمضان. أنت راح تفوقهم بشيء كبير، لأن الله عز وجل بلغك هذا الشهر، فلا تضيع ولا تفرط. الشيء الثالث العزم الجازم على الإخلاص لله عز وجل والعبادة والتقرب إليه بأنواع الطاعات والقربات. الرابع والأخير إنه إذا فاتك يوم من أيام رمضان في تفريط أو معصية، انتبه لا يفوتك اليوم اللي بعده، احذر. الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمن علينا ببلوغ هذا الشهر، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يجعلنا فيه من الطائعين يا رب العالمين.